هنتكلم على حلقه صفقات النادي الاهلي. وطبعا يا جماعه اول حاجه يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب عشان احنا محتاجين السبسكرايب كتير ومحتاجين متابعين كتير عشان نعرف نعمل لكم حلقات ونعرف نعمل لكم دعم اكتر. انتوا بتعملوا لنا دعم يا ريت. بس عشان الحلقه دي هنتكلم على اشرف بن شرقي، هنتكلم على زيزو. لا زيزو مين؟ نركز زيزو يا عم، مالناش دعوه بزيزو. هنتكلم على تريزيجيه. النهارده حلقتين، وهي حلقه علي معلول، اشرف بن شرقي، تريزيجيه. هما الاثنين دولت الثلاثه دولت النهارده على حلقه قناه عمر الاهلي. وطبعا يا جماعه يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وعندكم الاشتراك وعلى الجرس، ويا ريت جدا 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 عشان محتاج منك الدعم ده جدا. يلا خش معانا. السهر علشان بشوف قمري يا ليالي يا ما انت مش معايا، انا كنت بحلم بيك معايا، دلوقتي وانت هنا معايا احتاج لايه وانت هنا. يا ليالي يا ما شوقي ناديلك وانا قلبي سهران ويا نيلك، ابعت عيوني تشتكي من يوم سهرنا وبعدين. النادي الاهلي الصفقه الكبيره، الصفقه العريقه، الصفقه جباره للنادي الاهلي المصري. الصفقه قويه اقسم بالله العظيم. صفقه نهايه الموسم، صفقه جميله للنادي الاهلي المصري. صفقه الاهلي الصراحه بجد اهلي عملها. الاهلي شغل السرينه، الاهلي جاب صفقه كبيره، الاهلي جاب 3 صفقات مش صفقه واحده، ده 3 صفقات جامدين وهيقلبوا الدوري المصري وهيقلبوا دوري ابطال افريقيا. لا دول مين؟ عايزين نعرفهم. من ضمنهم اشرف بن شرقي جه الاهلي خلاص رسميا، لاعب جامد جدا اللي هو انت بيلعب في الدوري الايطالي ولعب في الدوري الفرنسي قبل كده ولعب في الدوري الانجليزي وراح في الدوري القطري. والنهارده يا جماعه نتكلم على لاعب وانتوا عارفين هو مين. اللاعب القوي، اللاعب الشرس، اللي ابن النادي الاهلي، اللاعب ابن النادي الاهلي، اللاعب اللي رئيس ابن النادي الاهلي هو تريزيجيه. محمود تريزيجيه رسميا يا جماعه فاضل له 5 ايام وهيعلنوا على صفقه تريزيجيه. هيلعب في كاس العالم للانديه لمده 5 مواسم، 5 سنين في الاهلي. وطبعا الصفقه الثالثه دي بقى صفقه بقى هنحطها على جنب كده يا اسطى، نحطها على جنب ونتكلم على الصفقه دي. الصفقه دي جايه من اسبانيا، من الدوري الاسباني، والصفقه قويه وجباره. والنهارده يا جماعه هي صفقه قويه بجد، صفقه هتقلب السوبر بجد. الصفقه معديه ل 700 مليون جنيه مصري، يعني يحولوا ب 300 مليار يورو. بجد انا مصدوم من الاهلي اللي بيعمله. ده رقم قياسي، ده رقم لاعب من كبار، لاعب من بيلعب مع انديه كبار. هتقول لي رامي ده اقول لك لا، برشلونه اقول لك لا، بس هو بيلعب في توكو مدريد. الاهلي هيجيب صفقه طبعا مش من توكو مدريد ولا من ده ولا من ده، لا ده من فريق من اسبانيا، اسمه فريق بالحرف مش عارف اسمه ايه، بس ان شاء الله اعلنوا رسميا. ولعب في الدوري الانجليزي، لعب في الدوري الايطالي، لعب في الدوري الفرنسي، ولعب في الدوري الاسباني، ولعب راح الدوري السعودي ورجع الدوري الاسباني تاني. يعني الصراحه بجد بسم الله ما شاء الله لاعب جدا. هياخد 700 مليون جنيه مصري. هو اللاعب اسمه ايه؟ هقول لك اللاعب اسمه ايه، بس اول حاجه هسوي لكم في اخر الفيديو اللي هو اخر فيديو خالص بقى، يعني ال6 فيديوهات دول هنعملهم. اشرف بن شرقي صفقه ناريه النادي الاهلي. اقول لك رسميا صفقه ناريه وصفقه شديده على الزمالك. يعني لو احنا جبناش اشرف بن شرقي الزمالك هياخد اشرف بن شرقي وهياخده تاني. طب احنا خدنا صفقه اشرف بن شرقي تاني في 2025. واشرف بن شرقي يا جماعه رسميا اهلاوي. والناس كتير قالت علي معلول هيمشي، علي معلول مش هيمشي وهيمشي ومش هيمشي. يا جماعه ما تصدقوش الكلام ده. يا جماعه بعد اذنكم ما تصدقوش الانترنت اكتر. ليه؟ اقول لكم ليه. الانترنت بيديك حاجه اسمها بخيال علمي، بيخليك اللي انت اي حاجه تصدقها في اي حاجه في الدنيا. بس بالذات ما تصدقش اي حاجه، لازم تصدق القنوات الفضائيه، قنوات الناقله بتاعت الاهلي، تعرف اخبار بتاعت الاهلي رسميه ولا لا. ما تصدقش اي حاجه بتاع السوشيال ميديا. اقول لك كريستيانو هيجي النادي الاهلي، ما تصدقش برضه الا ما يجي التصريحات من النادي بنفسه.
لما تيجي تصريحات من اداره النادي الاهلي بنفسه. كريستيانو جاي جت من تصريحات الاداره نفسها، كانت تصريحات من رئيس النادي الاهلي بنفسه. والصفقه خلاص هتتم، بالصفقه دي اعاره اصلا، اعاره لكريستيانو رونالدو لمده شهر، وده بجد كل الناس كلها بتتكلم عليه، يعني دي بجد رسمي. بس بعد اذنك برضك، او اتفرجت على تيك توك، على الانستجرام، على اي حتى على محتوى هاتف، بعد اذنكم انا بعد اذنكم برضك ما تصدقوش اي حاجه تبع اداره النادي الاهلي. احنا بنتكلم بس على الماتش، نتكلم على البطوله نخشها ازاي. انا مش بطلع اتكلم اقول ده اللاعب هيجي ومش اللاعب هيجي، لا انا بجيب الموقف الحقيقي قدامي وبطلع اقولها مباشره على قناتي. اما انا اقول كلمه واكذب عليها، لا مينفعش. انت كده المحتوى بتاعك يعني مش عايزين كذب، عايزين محتوانا بتاعنا يعني بقى في محتوى كويس، بقى في ناس تصدقنا، تحس الناس كتير هتخش عندك هتتابعك. في ناس بقى بتحب المحتوى اللي بقى الكذب والكلام ده، بس اللي بعد اذنك ما تصدقش اي حد الا بعد نادي الاهلي والقنوات الفضائيه بس. واطلع على قناه عمر الاهلي هتلاقيه على قناه عمر الاهلي. وطبعا يا جماعه النهارده بالذات يعني، وانت حتى اتفرجت على محتوى كاذب ما تتفرجش على محتوى كاذب. انا بقول لك اهو، انا مش بعمل محتوى عادي، انا بعمل محتوى بطولات، دوريات، مطوشه بس اخش على الصفقات اقول لك لا، انا اخر مباريات بطولات دوريات، ده اخري. بس هتكلم على لاعب ما حالتي كده مش بلاش 69 في مالهاش لازمه. هتكلم على الدوري الانجليزي هتكسر الدنيا، هتلاقي اتكلم على كاس العالم هتكسر الدنيا، هتكلم على كاس افريقيا هتلاقي كسر الدنيا. انا بعمل محتوى شبه القنوات الفضائيه، بعمل لك محتوى شبه القنوات الفضائيه، بخليك زي الخيال العلمي. بس يا ريت تعملوا سبسكرايب، ويلا بينا على الحلقه الثانيه. يلا بينا على الحلقه. القصة بدأت بطفل عنده حلم أكبر بكتير من اللي هو كان متخيله، وبسرعة الحلم ده اتحقق، ولقى نفسه في حضن بيت كبير كبر جواه ونور فيه. يلعب كرة عرضية، استلام، فرصة، جول الله يا تريزيجيه. وزي أي بيت جه اليوم اللي الابن كبر فيه وخرج يكمل طريقه، راح عالم مختلف تماما، وقابل ناس وظروف جديدة عليه، لكن فضل حاطط حلمه قدامه، واتمرن وتعب واجتهد ونور أكتر وأكتر زي ما كان منور في بيته. لعب ضد أقوى الفرق وأثبت نفسه في أصعب دوريات العالم. وتلف الأيام، ولما بيته احتاجه من تاني، الابن ده قرر يسيب كل حاجة ويرجع بيته. ابن النادي رجع بيته، تريزيجيه في الأهلي. هنتكلم على صفقة نارية للنادي الأهلي، صفقة من الدوري الأسباني. في جورج باسيت، شيتو باتيت بيلعب برقم 11، سجل للسنة دي مسجل 87 هدف، مسجل حوالي 15 اسيست. كورياتو مسجل حبة حاجات. عنده عمر كام سنة؟ عنده حوالي 25 سنة. بيلعب في مواليد في سويسرا، بيلعب في الدوري الاسباني السابق لغاية دلوقتي. اول ما احترف في اول نادي في الدوري السويسري، نادي بوتشايتس. بعد ما احترف في نادي بوتشايتس جاله عرض من الدوري الايطالي. بعد ما راح الدوري الايطالي دوري النادي سبوتي، وبعد ما راح النادي سبوتي راح الدوري الاسباني، وبعد ما راح الدوري الاسباني راح الدوري الانجليزي، وبعد ما راح الدوري الانجليزي راح الدوري السعودي، بعد ما راح الدوري السعودي الدوري الاسباني. اللاعب
هيلعب بايه؟ هقول لك بيلعب ايه. بيلعب بالباك شمال، واحنا عندنا الباك شمال عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد الماتش ده صراحه ما فيهوش هما اتنين، لازم معاهم ثلاثه في جابريفتو، باك شمال وباك يمين. لازم معانا الباك شمال عشان احنا محتاجين الباك الشمال ده جامد جدا. اللعب ده بيلعب على 3 حاجات: هجوم لباك شمال لباك يمين. الصراحه بجد سمعت الخبر ده، لا الصفقه للاهلي رسمي، لا لازم الاهلي يجيب الصفقه دي، لا لازم الاهلي يجيب الصفقه العالميه دي، لا لازم يعني دي خيال. ده ممكن يعمل لنا قلق في كاس العالم للانديه، ممكن يعمل قلق في الفريق اللي هو اللي بينافسنا اصلا. اللعب ده بجد جاله عروض من السعوديه اكتر من الاهلي وهو مديهوله، وافق على العرض بتاع الاهلي عشان هو الاهلي عارف الاهلي عالميه وكبار، اكبر نادي في العالم، وراح عرض الاهلي المصري. الاهلي المصري مديله 700 مليون جنيه مصري، يعني معناته بالمليار كام؟ 300 مليار يورو. بالدولار كام؟ اقول لك بالدولار كام؟ 1.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه دولار، 1.5 مليون دولار. يعني احسبهم كده بقى في اليورو، الدولار بالمصري، في السعودي الريولي، الكلام ده مش عارف ايه ده. بس بقدر الاهلي الصفقه خلاص تمت للاهلي رسمي يا جماعه. خلاص الصفقه تمت اجنبيه، والصفقه صفقه جامده جدا، صفقه للنادي الاهلي، صفقه لتاريخ النادي الاهلي المصري. تريزيجيه بقى يا معلم، الصفقه اللي هتكسر الدنيا. لا بص، تعال نبدا كده حاجه حلوه. استنى، تريزيجيه ابن النادي الاهلي، تريزيجيه ابن شعار الاهلي، تريزيجيه ابن الاهداف النادي الاهلي. جه خد دوري ابطال افريقيا مرتين، خد كاس الكونفدراليه مره واحده، خد 4 كاس مصر، خد 4 كاس الدوري المصري، خد كاس السوبر 3 مرات، وخد كاس السوبر الافريقي مرتين. بطل والله العظيم، بطل يا جماعه، اقسم بالله العظيم. او عمل حاجه مع الاهلي. انا بقول لك تريزيجيه صفقه ناريه للنادي الاهلي الموسم الحالي ده. انا بالنسبه لي مصدوم من النادي الاهلي بالاداره بتاعته، بالصفقات بتاعته. بسم الله ما شاء الله، صفقات ناريه، صفقات جامده جدا. لو احنا لعبنا مع الصفقات دي بجد اقسم بالله، خلاص اشرف بن شرقي وعلي معلول خلاص اتأيدوا في المجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي، واتأيدوا في كاس دوري ابطال افريقيا، واتأيدوا في الدوري المصري، وكل البطولات عشان يتأيدوا مع الاهلي. طبعا علي معلول خلاص الماتش اللي جاي لاعب نادي مودون سبورت والاهلي ومودون سبورت، واشرف بن شرقي هيلعب اول ماتش معاه. ان شاء الله تشوف علي معلول مع ماتش ان شاء الله. ما تصدقوش اي حاجه، وحتى ان انتوا باصين حتى وقال لك علي معلول هيمشي، لازم تصدق باداره الاهلي. استنى حتى الرساله من اداره النادي الاهلي هم يرد عليك. اقول لك يا معلم، انا اخش هسيب لك لينك دلوقتي حالا، دلوقتي تحت الوصف دلوقتي هسيب لك لينك دلوقتي حالا، هتخش على صفحه الفيسبوك بتاعت النادي الاهلي، هتخش هيدوك الاخبار كل يوم. الساعه كام؟ الساعه 6 بالظبط يا جماعه. الدكس هدوك رسالة الساعة 6 بالظبط بالملي. طبعا بالذات انا الصراحة بجد فرحان من إدارة النادي الأهلي بتعمله الموسم ده، الصراحة بجد يعني بسم الله ما شاء الله مكلفة وعاملة. الأهلي مش في أرض حالاته، لا ده الأهلي محتاج صفقات كتير، الأهلي محتاج صفقات سوبر، الأهلي محتاج صفقات نارية، الأهلي محتاج عمل. لا خلاص عايزين صفقة كمان، لا خلاص عايزين صفقة، لا يا عم اهدى على كده روحك. جالت صفقات نارية، اشرف بن شرقي، تريزيجيه، فورفانديز اللي هو بيلعب في الدوري الاسباني. طبعا يا جماعة النهارده نتكلم على لاعب ناري، لاعب قوي، لاعب جبار، وكتب التاريخ مع الاهلي. علي معلول خلاص تأيد في دوري ابطال افريقيا، تأيد في الدوري المصري، وان شاء الله هنشوفه مع الماتش قدام نادي مودون سبورت والاهلي في الدوري المصري. هيبقى هيلعب في دوري ابطال افريقيا في شهر 2 يوم 12 في الدوري المصري. طبعا يا جماعه في حلقه بعد الحلقه الجايه دي، في حلقه ثالثه الجايه الثالثه دي، في حلقه ناريه، وبالظبط اقسم بالله العظيم
حلقه ناريه وحلقه قويه. يا ريت تعملوا سبسكرايب. كده خلصنا الحلقه، كده خلصنا الصفقه، وكده خلصنا الحلقه صفقات النادي الاهلي المصري. طبعا احنا كده خلصنا الصفقات دي وخلصنا بقى خلاص. نتكلم بقى الحلقه التانيه قويه وجباره. اسمع الكلمتين دول عشان تستنى اعلان رسمي بكره ان شاء الله، بعد بكره ان شاء الله هنعلن رسمي حلقه قويه ومش هنتاخر على حلقه يا عم كمان. دي احنا هننزلها بعد الحلقه الصغيره. هنعمل فيديو صغير بعد الساعه 6 بالليل، الساعه 1 بالليل هننزل حلقه على طول. ليه؟ عشان بس الحلقه الصغيره ده عشان تاخد براحتها بس برضه في المشاهدات. يلا اعمل لكم سبسكرايب. يلا والسلامه.